الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. ردا على من يزعم أن عليا بن أبي طالب كره بيعة أبي بكر رضي الله عنه. أخرج السيوطي عن محمد بن سيرين عن عكرمة رضي الله عنه قال: لما كان بدء خلافة أبي بكر رضي الله عنه قعد علي بن أبي طالب في بيته، فقيل لأبي بكر: قد كره بيعتك، فأرسل إليه أبو بكر فجاءه علي رضي الله عنه قال له: أكرهت بيعتي؟ قال: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت كتاب الله عز وجل يزاد فيه، فحدثت نفسي ألا ألبس ردائي إلا لصلاة، وألا أخرج من البيت حتى أجمع المصحف، حتى أجمع كتاب الله عز وجل. فقال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: فإنك نعم ما رأيت. طبعا الذي جمع المصحف لأول مرة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولكن لا يمنع هذا أن يكون المصحف عند آخرين من الصحابة من قبل أن يجمعه أبو بكر الصديق رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وهذه الرواية تدل على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان قد جمع المصحف، ولكن يختلف المصحف الذي جمعه أبو بكر رضي الله عنه عن المصحف الخاص بعلي بن أبي طالب. أن مصحف علي بن أبي طالب كان يشمل أيضا الناسخ والمنسوخ من الآيات. أما المصحف الذي جمعه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فقد جمعه ولا يوجد فيه آية من الآيات المنسوخة. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جمع المصحف أثنى عليه الصحابة، وأثنى عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني علي بن أبي طالب رضوان الله تبارك وتعالى عليه أثر عنه قوله: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر. أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر. رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله، يعني جمع كتاب الله وأجمعت الأمة عليه، وأجمعت الأمة على جمع أبي بكر رضي الله عنه للمصحف، لأنه كان في غاية التثبت وفي غاية التحري، وألا يكتب في كتاب الله تبارك وتعالى أي في المصحف آية قد نسخت تلاوتها، آية قد نسخت تلاوتها. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ذكرت له مصحف خاص، وبعض الصحابة أيضا كانت لهم مصاحف خاصة بهم، ولكن جاء الجمع الأول على يد الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يعني هذا رد بس على أصحاب الهوى الشيعي الذين يسيئون إلى أبي بكر وإلى كثير من الصحابة من أصحاب سيدنا رسول الله. ولكننا كلما أمسكنا بكتاب الله أو تلونا آية أو أكثر أو نظرنا إلى كتاب الله عز وجل وهو ما زال محفوظا بحفظ الله وسيظل محفوظا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يظل محفوظا إلى يوم القيامة. ولكن أيضا علينا
أن نرجع الفضل بعد الله رب العالمين لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عليه، الذي هيأ الله تبارك وتعالى له من الفهم ما يجمع كتاب الله عز وجل في مصحف واحد، في كتاب واحد يشمل السبع قراءات. واكتفت الأمة بما جمعه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.